السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. اليوم سنتحدث معا في موضوع حساس وأحيانا يثير جدلا واسعا، وهو موضوع الهجرة الإفريقية إلى المغرب وتأثيرها على مجتمعنا وهويتنا. موضوع لا يحب الكثيرون التطرق له، لكننا هنا لنفتح الأوراق بكل صدق وشفافية، لنتوقف لحظة ونتأمل في قارتنا العظيمة إفريقيا، ثاني أكبر قارة على وجه الأرض بمساحة تفوق 30 مليون كيلومتر مربع، تضم 54 دولة، وتحمل في طياتها حضارات عظيمة وتاريخا لا ينسى، من الفراعنة في مصر لممالك الذهب في مالي وغانا، مرورا بالممالك الأمازيغية في شمال إفريقيا. هذه القارة التي كانت ولا تزال مركزا للتجارة، تبادل الثقافات، وروابط إنسانية تمتد عبر الزمن بين شمال وجنوبها. لكن مع مرور الوقت تغيرت هذه الروابط وأخذت شكلا جديدا في يومنا هذا. المغرب وطننا الحبيب أصبح ملجأ ومقصدا للعديد من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. بعضهم جاء هربا من الحروب والصراعات، والبعض الآخر بحثا عن فرص عمل أفضل، وهناك من يرى المغرب كمرحلة مؤقتة نحو أوروبا. وهنا تبدأ القصة التي تؤثر في مجتمعنا بشكل مباشر. وجود هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين خلق نقاشا حادا في الشارع المغربي. البعض يتحدث عن تحديات الاندماج في المجتمع، نسبة البطالة التي تتزايد والتي يعاني منها المغاربة أصلا، بعض الأحياء التي شهدت تغييرات كبيرة، وربط البعض ذلك بارتفاع معدلات الجريمة. لكن في نفس الوقت لا يمكننا تجاهل أن المغرب نفسه يواجه تحديات كبيرة: الفقر، البطالة، ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، كلها عوامل تضغط على المواطن المغربي في حياته اليومية. فكيف ستكون الحياة مع ضغط إضافي على البنية التحتية وفرص العمل؟ السلطات المغربية تحاول أن تتعامل مع الوضع بحس إنساني، تنظم إقامات المهاجرين وترحل من يخالف القانون، لكن يبقى السؤال: هل يعامل المهاجرون بنفس الصرامة التي يعامل بها المواطن المغربي؟ هل هناك تمييز أو كيل بمكيالين في تطبيق القوانين؟ والآن ندخل في موضوع آخر مثير للجدل، وهو الحركة الأفروسنترية. هذه الحركة التي تعزز الفخر بالهوية الأفريقية السوداء، ويشارك بعض أتباعها في المغرب في أنشطة ثقافية واجتماعية، لكن البعض قلق من تأثيرات هذه الحركة، خصوصا عندما تشجع على الزواج بين المهاجرين الأفارقة والمغربيات، مما يثير مخاوف حول التغييرات الديمغرافية على المدى البعيد. نحن هنا لا نقول إننا ضد أي فئة، ولا ندعو إلى الكراهية أو العنصرية، بالعكس نحن مع الاحترام والتعايش، لكننا مع الحق في طرح الأسئلة الصعبة التي تهم مستقبل بلدنا، أمنه، هويته، واستقراره. فما رأيكم أنتم؟ هل تعتقدون أن الوضع الحالي طبيعي ويجب تقبله كجزء من واقعنا؟ أم أن هناك خطرا حقيقيا على أمن وهوية المغرب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات لنفتح نقاشا هادفا وبناء. ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لكي نصل لأكبر عدد ممكن من الناس، لأن الحوار الحقيقي يبدأ بنا، وإن لم نتحدث نحن سيتحدث الآخرون عنا بطريقة لا نرضاها. مرحبا بكم في قناة آرك، حيث يلتقي عبق الثقافة المغربية بجوهر التسامح. هنا نروي الحكايات، نكشف الجمال، ونبني جسور التفاهم بين الماضي والحاضر، بين المغرب والعالم. إذا كنت تؤمن بقوة الثقافة، بقيمة الحوار، وبجمال الاختلاف، فأنت في المكان الصحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن رحلتنا بدأت الآن.